العمل الثاني هو الذبح. يعني حنا جينا بالصفة ديال التمتع، علينا واحد الهدي. قديما كان الحجاج كيذبحوا في هذا النهار هذا وفي هذا الوقت هذا، لكن اليوم الحمد لله ولات عندنا مؤسسات، يعني واحد مجموعة من المنظمات ولا أبناك ولا شركات هي اللي كتقوم بهذه العملية وكتنوب على الحجاج. علاش؟ لأن قديما كان اللحم كيتذبح وكيبقى تما حتى كيضيع، وهذا كيفوت واحد المقصد من المقاصد ديال الذبح ديال الهدي، وهو أننا خصنا نتهلاو بالفقراء وفي المساكين إلى آخره والمحتاجين. فكان اللحم كيبقى حتى كيضيع. الآن دارت واحد الشركات كبيرة وأبناك كبيرة، اش كدير؟ كتبيع لك واحد البون هو الثمن ديال الأضحية ديالك، كتشد منك الثمن ديال الأضحية ديال الهدي وانت كتاخذ داك البون داك التوصيل. فهاد البون هذا لما كتشدو راك بحال الا قمتي انت بالعملية ديال ذبح الهدي، هي كتولى وكتنوب عليك. ولذلك الا كان عندك هاد البون هذا راك صافي درتي العمل الثاني. كاين اللي غادي يقوم به بلاصتك، الا بغيت تمشي لعندهم البطوار ولا يعني البلاصه فين كيذبحوا يعني هاد الهدي هذا وتاخذ واحد الطريف كيف ما هي السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس بذلك. لكن الا ما لقيتي شي تزحام وخفتي تضيع ومعك ناس اللي ولا ما كاينش كي غديروا تطيبوا ولا، فلا باس ان ننصرف الى العمل الثالث. والعمل الثالث ايها الاخ الكريم، من بعد ما درنا العمل الاول اللي هو رمي الجمره، العمل الثاني هو الذبح ديال الهدي، العمل الثالث هو الحلق او التقصير. فاحنا شفنا هذا العمل هذا لما كنا كنديروا المناسك ديال العمره، الافضل للرجل انه يحلق، يعني يحسن بالموس، يحسن الراس ديالو ويكرط الراس ديالو من الشعر بشكل نهائي، هذا الافضل. لكن يمكن له يقصر، لكن يرد البال بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ديال المرات ودعا للمقصرين بالرحمة مرة واحدة. فالأفضل لك أيها الأخ الكريم أن تحلق. أما المرأة فكيف ما قلنا في المناسك ديال العمرة كذلك، فهي كتقطع قد الراس ديال الضفر، قد الضفر ديال الصبع من الشعر ديالها، كتجمعه كله كتقطع من الشعر ديالها كله هذا الطريف هذا. والتحريص أن تدير هذه العملية هذه بحيث ما تكونش أمام الرجال، تكون في مكان اللي ما يشوفوها شيء الناس الأغراب. إذا درنا هذه الأعمال يحصل لنا التحلل الأول، يعني لما كنكملوا هذه الأعمال اللي قلنا كيتحلل الحاج التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وكتولي جميع الأشياء اللي كانت محرمة عليه بالإحرام كتولي جائزة ما فيها حتى مشكل. يعني الإنسان يعاود يلبس حويجاته، يعاود يدير الطاقية ديالو أو الرزة ديالو، يعاود يدير الريحة على صحته أو لا على اللباس ديالو، يعاود يلبس الفوقية أو السروال ديالو. كل الأشياء أصبحت جائزة إلا وحدة وهي النساء. يبدا معها المرأة ديالو فلا يجوز له أنه يقربها ما حده ما دارش العمل الرابع. الاشياء اللي قلنا كلها كتولي عندك جائزة الا واحد العمل اللي هو الاقتراب من النساء. العمل الرابع غادي نديروه في مكة المكرمة. فاذا احنا كملنا الاعمال ديالنا، الانسان لبس حويجاته، طيب، دار الريحة والحمد لله اغتسل وقاد الحالة ديالو وحيد عليه شوية ديال العياء وديال التعب ديال دوك الايام. الان غادي ينزل الى مكة في هذا اليوم الطيب المبارك اللي هو يوم العيد باش يطوف طواف الافاضة. لكن إذا نزلتي أخي الكريم ولقيتي الزحام الشديد وغادي تلقاه، لأن الناس معظم الحجاج كيجيو إلى الطواف هذا اليوم وفي هذا الوقت هذا، فأنت غتلقى واحد الزحام شديد جدا. إلى تيسر الطوف مزيان، هذه السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأفضل. لكن إلا ما تيسرش لقيتي الأبواب يعني تسدات بالناس ولقيتي الصحن ديال البيت الحرام يعني عامر والوسط عامر والفوق عامر وما لقيتيش منين تدوز ومعاك ناس اللي هما كبار وضعاف، فيمكن لك تأجل هذا الطواف ديال الإفاضة الأيام ديال التشريق أو بعد الأيام ديال التشريق، ما كاينش مشكل. الطواف هذا النهار هذا نردوا فيه البال، فاحنا يمكن لينا نطوفوا بالحوايج ديالنا، يعني كنلبسوا الفوقيات ديالنا والسراول ديالنا، يعني المخيط ما عندنا فيه مشكل. ولكن الا ما كانش عندي الوقت ولا ما جبت معايا الحوايج ديالي فيمكن لي نبقى نطوف بالثياب ديال الاحرام، ما كاينش مشكل. يمكن مشيت لمينا ما ديتش معايا حوايجي ورجعت وبعيد عليا السكنه فين غادي نبدل حوايجي ورجعت ندير طواف الافاضه، يمكن نطوف بالثياب ديال الاحرام. لكن الا طفت بالثياب ديالي العاديه، يعني القميص ديالي ولا الفوقيه ديالي ولا الجلابه ديالي ولا السروال ديالي، فما كاين حتى مشكل ولله الحمد، لانك تحللت تحلل الاول وجيتي كطوف باش تحلل التحلل الثاني. فاش كنبغيو نبداو الطواف
فاحنا كنردوا البال يكون الطواف ديالنا بحال الطواف ديال العمره، انما كاين حويجات اللي خصنا نردوا ليها البال. الحاجه الاولى ما بقاش عندي الاضطباع، يعني ما غاديش نولي ندير الطواف وانا معري الكتف ديالي اليمين كيف ما درنا في الطواف ديال العمره، لا، الكتف ديالي الان راه مغطي اما بالفوقيه ديالي ولا بالقميص ديالي، او لا حتى الا طفت بالثياب ديال الاحرام فما كنديرش الاضطباع، ما كنعريش الكتف ديالي. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه ما كاينش الرمل، ما كنبداش نجري في دوك الاشواط الثلاثه الاولى كيف ما درنا في الطواف ديال العمره، لا ضطباع ولا رمل في هذا الطواف ديال الافاضه ايها الاخ الكريم. هذا الطواف خصك تعرف، هذا الطواف طواف ديال الحج، هذا ركن من اركان الحج لا بد منه على كل حاج وحاجه. فلو مثلا المراه حاضت قبل ما تطوف، يعني رمات الجمره ديال العقبه في ذاك النهار ديال العيد وذبحات الهدي ديالها، ومن بعد قصرات من الشعر ديالها وهي نازله حاض جاءها الحيض، اش كدير؟ كتبقى حتى كتطهر، حتى يعني كتنقى باش تطوف الطواف ديال الافاضه. فاذا هذا الطواف ايها الاخ الكريم طواف ضروري وهو ركن من اركان الحج، وينبغي ان لا يعني ان نتهاون في ادائه. فإذا طفنا هذا الطواف ايها الاخوه الكرام، سواء طفناه في النهار ديال العيد او ليله تزيرنا بالزحام وخلينا حتى الايام ديال التشريق، ما كاينش الحمد لله حتى مشكل. فلما كتكمل الطواف ديالك بالطريقه اللي تكلمنا عليها، كتجي اخي الكريم من مرى المقام ديال ابراهيم وكتصلي فيه الركعتين ديال الطواف، كتقرا في الاولى الفاتحه مع قل يا ايها الكافرون، وكتقرا في الركعه الثانيه الفاتحه مع قل هو الله احد، كتمشي كتشرب من الماء ديال زمزم وكتدعي الله عز وجل بالخير ديال الدنيا وديال الاخره، وكتمشي باش تسعى بين الصفا والمروه بالطريقه اللي تكلمنا عليها في الاعمال ديال العمره. فكتبدا من الصفا وكتدير الادعيه في هذا المكان، وكتنزل حتى كتوصل للمروه، وكتستقبل القبلة ايضا بحال الصفا، وكتدعي الله عز وجل بنفس الادعية، وتعاود ترجع حتى كتكمل 7 ديال الاشواط. فاذا الى طفتي طواف الافاضة صليتي هذوك 2 ديال الركعات سنة الطواف، وسعيتي بين الصفا والمروة، كتكون تحللت التحلل التام الكامل الثاني، وما كيبقى قدامك حتى شي حاجة من المحظورات. هنا بغيت نذكرك اخي الكريم بالترتيب ديال هاد الاعمال. نهار العيد كانت فيه اعمال، ترتيب الافضل اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم هو انك كتبدا في الصباح في الضحى كترمي جمرة العقبة، كتذبح الهدي ديالك، وحنا قلنا راك شاري توصيل ديال الهدي، من بعد كتحلق الرأس ديالك او كتقصر، من بعد كتطوف طواف الافاضة في مكة المكرمة، ومن مراد الطواف كتسعى السعي بين الصفا والمروة. هذه اعمال، هذا هو الترتيب الافضل. لكن سبحان الله الانسان سهى او ما عارفش او وقع له مشكل من المشاكل وسبق عمل على عمل من هادو، يعني العمل الاول داروه هو الثاني او الثاني داروه هو الثالث، فلا بأس بذلك، ما كاين حتى مشكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا كيجيوه الناس اللي كيوقعوا في هذا التقديم والتأخير ديال هذه الاعمال كان كيجاوبهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج، يعني ما عندك مشكل ما عندك مشكل.